ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقول لك على افضل اعدادات في لعبه بيس موبايل 2024 بعد التحديث الاخير، واعدادات جامده جدا جدا الصراحه يا اخواتي، وفي ناس كتير بتلعب بيها واغلبيه اليوتيوبر بيلعبوا بيها. تمام يا اخواتي، ومن ضمنهم اليوتيوبر توني جيمر. يعني الصراحه يا اخواتي الاعدادات جامده جدا جدا جدا، ويعني في ناس كتير بتلعب بيها. فمن غير ما اطول عليكم من غير لك كتير، ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو من كل اصحابك اخواتك. وبس كده، تعالوا اقول لك على الاعدادات. اوكي، هتروح على طول على الاضافات، بعد كده على اعدادات اللعبه. تمام يا اخواتي، اول حاجه الرسوم دي يا اخواتي على حسب نوع جهازك. تمام، يعني مرتفعه دي لو انت جهازك بين 6 رام و8 رام. تمام، وقياسي اللي هي لو جهازك مثلا بين ايه، بين 4 رام و6 رام. ومنخفضه اللي هي لو جهازك بين 3 رام و4 رام. تمام يا اخويا، تمام. والاقل دي اللي هي مثلا 3 رام لو تليفونك 3 رام، يعني مش اللي هو قوي. تمام يا اخواتي، تمام. واللي هي 60 اطار دي اللي هو تبع معدل الاطار بتاع اللعبه، يعني السرعه بتاعت اللعبه. فانت دي مهما كان معدلات جهازك مثلا خليها 60، الا بقى لو انت بتلعب على اقل او منخفضه، ففي الحاله دي هتخليها 30، ما تنقصهاش عن ال 30. تمام تمام يا اخواتي. اوكي، بعد كده هنروح على اعدادات اللعبه. ده الصوت طبعا واللغه وده كله انتوا عارفينه. هنضغط على اعدادات اللعبه. اول واحده دي هتخليها كلاسيكي. تمام، وتاني واحده اللي هي التحرك بزراعه التوجيه هتخليها التحرك. دي يعتبر اعدادات انا والاعدادات اللي بيلعب بها اغلبيه اليوتيوبر. تمام، هتخليها التحرك. وثابت هتخلي اللي هي البتاع اللي انت بتحرك بيها دي اللي هي الدايره دي الانالوج مش هيتحرك لو عملتها ثابت، والتحرك هتخليه يتحرك معاك، يعني عشان تعرف تلعب بسلاسه وكده يعني. وايقاف هتلاقيه مش ظاهر اصلا، بس يعني ايه، ثابت ومش ظاهر، فيعني ايقاف دي وحشه خالص، فانا مخليها التحرك. تمام، وتغيير المؤشر دي خلاها بمساعده او شبه تلقائي. شبه تلقائي اقول لك، كان تغيير المؤشر اللي هو المؤشر مثلا اللاعب التاني، مثلا واحد مع الكوره والكرة اتبص، الخصم مع الكرة وبصها للاعب تاني، فالمؤشر بيتغير لوحده بس بمساعدة. يعني ممكن انت تغير، يتغير للاعب تاني. لو خليتها مثلا ايه يدوي يتغير للاعب تاني، فبمساعدة دي يعتبر احسن حاجة. ومدى ادخال اللي هو حجم الانالوج اللي هو انا عامله متوسط. مدى ادخال الحركة انا عامله متوسط. في اللي هو واسع لو لسه لاعب جديد وبتتدرب اعمله، او ضيق اللي هو صغير خالص، او متوسط اللي انا عامله. تمام، انا انصحك بمتوسط طبعا. نخش بقى على اهم حاجه يا اخواتي في الموضوع، وهو اسلوب الضغط. اسلوب الضغط نوع التحكم في الدفاع هتخليه، هو بيبقى معمول عندك على قياس، هتخليه على اسلوب الضغط. اسلوب الضغط طبعا احسن بكتير، وبيفيدك في حاجه، وبيفيدك في حاجات كتير طبعا يا اخواتي، واحسن بكتير. تمام، واعدادات الزر دي لو عايز مثلا ايه تغير، مثلا تخليها كده او هجوم دفاع وهجوم. تمام يا اخواتي، او تغير الاماكن، او تسحب ده كده، تسحب الزر ده كده، تسحب ده كده في اي حته يعني انت عايزها. فاهم يا اخواتي ازاي؟ فاهم الفكره؟ تغير زي بابجي كده. تمام يا اخواتي، هنرجع. تمام، وبعد كده معانا اللي هو زر التعتيم ده اللي هو بيخليك مثلا ايه، بيخليك الازرار مش باينه قوي. تمام تمام يا اخواتي، انا انصحك يعني تعملها على 60 في المتوسط. تمام يا اخواتي، نوع المؤشر طبعا ده هتفعل هي مؤشر اللعب التالي، وهتفعل مستوى الهجوم والدفاع ده تبقى عندك متفعلة تطفيها، ورادار العرض هتفعلها، ولون القميص طبعا ده كله بيبقى معمول لوحده، ومقياس قوة التحمل هتفعلها، وعرض اسماء اللاعبين هتفعلهم. تمام تمام يا اخواتي. وبكده كنت قلت لك على افضل اعدادات في لعبه بيس موبايل 2024، والاعدادات دي بتلعب بيها ناس كتير، وناس كتير تيك توكر ويوتيوبر. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك، وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل تذكر الله في كومنت. وبس كده، اشوفك في الفيديو الجاي على خير يا صاحبي، سلام.